بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده انا هشرح لكم ازاي الوتر الاولاني يبقى معايا صح مليون المية، وهقول لكم ايه على الاخطاء اللي ممكن المبلط وهو بيوتر او بيبدا اول صف بلاط في الغرفه او في الصاله يقع فيها. ترى ان شاء الله اللي معايا دي هتسهل عليك وهتخلي شغلك 10 على 10، وهقول لك على عده مميزات في الفيديو. كمل معاه بس هنديك بلاطه شيشنا عن التركيب، وهنوريك كل المميزات وكل العيوب اللي ممكن تواجهك في تركيب البلاط ال 60 ب 60 شرط لازم. طبعا هنديك بس نبذه مختصره كده عن التركيب. احنا معانا بلاطه كليوباترا ما بتحطلهاش ماده، تمام؟ طبعا كل واحد له طريقته في الفرد، دي طريقتك انت حر فيها، تفرد بالطريقه اللي تريح. اول معانا بس حاجه، اول تركايه هتكون ماسح الحرف ده كده اهو قبل ما تحط الصليبه. الصليبه يا جماعه لها حطه، الصليبه دي او الكليبسيه دي لها حطه. الناس بتحطها كده وخلاص، لا كده غلط. الناس لازم تحط الصليبه دي، بتحط الصليبه كده وتروح زيها لقدام سنت كده، كده الصليبه على الشكل. وبرده بتحطها مثلا من ورا كده وتروح ساحبها لقدام سنت كده، كده الصليبه معشه. بتجيب البلاطه معانا بتبقى عارف السهم فين، انت شغالها يا اما على السهم يا اما على، لو هي كليوباترا بيبقى فيها نيفرتيتي من ورا، بتمشي على نيفرتيتي. بتحط بلاطتك عادي خالص كده اهو زي ما انت شايف كده. معاه الهزاز بتاعي ما بضربش بيه كتير، هما 3 ضربات بس. زي ما انتم شايفين كده، بس ال3 ضربات دول طلعوا مونه من تحت البلاطه كده، دليل ان البلاطه برزت من هنا وبرزت من هنا وبرزت من هنا ومن هنا، دليل ان البلاطه دي مخدمه، الفرده بتاعتها مظبوطه مليون المية. شويه برضه بس ومسك كده وتقوم ماسح المونه الزياده عشان تعرف تظبط اللحام بتاعك. طبعا هتحط الميزان النايم بتاعك عشان تعرف انت رايح فين وجاي منين. طبعا هي كده ميزان يا جماعه طول وعرض برضه ميزان زي اللي قبلها، لكن بس ماشيه معاك كده عشان تلم الرمل دوت عشان تشوف شكل اللحام بتاعك. طبعا البلاطه الكليوباترا بتبقى اصلا ما بتتبلش وهي بتبقى ميه في لزقه، يعني البلاطه بتبقى معروفه ان هي طريه في لزقه، يعني البلاطه لو حركتها كده بتمشي معاك، ده عادي جدا يعني. طبعا البلاطه طريه مش محتاجه ان انا اضغط الصلايب بقفشه على حاجه، انا بضغطها كده عادي خالص. هنا بقى هنتكلم معاكم في اهم خطوات. ايه الفكره؟ هات ميزان الليزر كده يا محمد. ايه اهم الخطوات ان انا اوتر على ميزان الليزر؟ ايه الفكره من التوتير على الميزان الليزر ده؟ الميزان الليزر ده هيفيدني بايه في التوتير؟ هيفيدني في كذا حاجه. اول حاجه الحرف من هنا انا ماشي على الليزر، صور كده يا محمد، مقرب كده على الليزر كده. طبعا معانا من اول بلاطه اهو، انزل هنا كده يا محمد. طبعا الليزر اهو، الليزر اهو على اول بلاطه زي ما انتم شايفين، واضح يا محمد؟ طبعا الليزر هنا برضه على اخر بلاطه اهو كده يا محمد، جاي على كفه ايدي. برضه هنا الليزر جاي على اخر بلاطه لسه لازقه اهو. ده اول ميزه كده، مخلي معانا الوتر عادي. تاني ميزه معايا، خش جنب الحيطه كده يا محمد. انا هنا معايا يجي سنتي هو او من 3/4 سنتي جنب الحيطه فال اهو، ماشي موحد اهو. هات من الاول للاخر كده يا محمد. طب الفلق ده لو الصند ده يفيدني بايه؟ ده عامل تمدد، احنا بنسيب ده للتمدد. فطبعا من غير ميزان الليزر ده مش هيبقى مظبوط معاك، ميزان الليزر موحد اهو. طب تاني حاجه في الميزان الليزر هيفيدني بايه؟ ارجع ورا كده يا محمد عشان تجيبني. ميزان الليزر هيفيدني لما المهندس مثلا، انا شغال هنا اهالي، ممكن انت تبقى شغال مع مهندس، المهندس عايز يستلم منك الاوضه، لو يكون عايز يعرف هي عاليه ولا واطيه. ما هو الوتر ده كده هيمشي لك الاوضه كلها على نفس الوتر ده، اهم وتر في الشغل.
المهندس بيجي بيستلم على القايم ده، يحط مثلا المتر هنا كده، القايم ده جاي على كام مثلا؟ عند العلامه الحمراء اهي، معانا من الرقم 87. برضه هتيجي هنا كده، تعالى يا محمد كده عند العلامه الحمراء اهو، تعالى هنا كده عند بدايه الاوضه خالص اهو، عند العلامه الحمراء اهو، باين ولا مش باين؟ عند العلامه الحمراء، بنحاول بس نبين لكم الدنيا. دي تاني ميزه اهو، ولازم تشتغل على لحمات 2 مللي عشان التمدد، لازم تسيب سنتي هنا سنتي هنا سنتي هنا سنتي هنا، والوزره هتجري لك تاني، وهي دي الطريقه الصحيحه في التوطير. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا ما تنساش اللايك، وفيديو ازاي انا ثبت نظام الليزر كده ووترت الوتر كده موجود في اللينك او في الوصف، هتلاقيه ان شاء الله ازاي انني بثبت الليزر ده كده، ازاي بجيب وزن الليزر ده عدله كده، وازاي بمشي عليه. ودمتم في رعايه الله.